مرحبا أعزائي المشاهدين. لماذا يضيع فئة من شباب المغرب بين البطالة، الإدمان والسجن؟ سنتحدث عن موضوع مؤلم لكنه واقعي، موضوع يخص شباب المغرب. وقبل أن أبدأ أريد أن أقول شيئا واضحا: أغلب الشباب المغربي شباب محترم وطموح ويبحث عن فرصة ليعيش بكرامة ويبني مستقبله، لكن هناك فئة من الشباب تواجه صعوبات حقيقية قد تدفعها إلى طرق خاطئة. وهدفنا من هذا الفيديو ليس التعميم ولا جلد الذات، بل فهم الأسباب حتى لا تتوسع المشكلة. سؤالنا هو: لماذا نرى بعض الشباب يضيع بين البطالة والإدمان وأحيانا السجن؟ كيف تبدأ القصة وأين يمكن أن تتوقف؟ وهل يوجد حل حقيقي أم أننا فقط نتكلم؟ المشكل في كثير من الحالات لا يكون لحظة واحدة، بل سلسلة مترابطة من الظروف. أحيانا يبدأ الأمر بتعليم ضعيف أو بتوجيه غير واضح، ثم نقص في المهارات، ثم صعوبة في إيجاد عمل، فيدخل الشاب في ضغط نفسي وفراغ طويل، وإذ لم يجد دعما أو هدفا قد يبحث عن هروب مؤقت. وهنا يبدأ الانزلاق. إذا نحن أمام دائرة وليس حادثة مفاجئة. أول تحدي يواجه الشباب هو الشغل. أغلب الشباب لا يطلب المستحيل، بل يريد عملا محترما وراتبا يكفيه ليعيش بكرامة ويؤسس مستقبله. لكن في بعض المناطق فرص العمل قليلة، وبعض الشركات تضع شروطا صعبة، مثل طلب خبرة طويلة لشباب في بداية حياتهم. وأحيانا الأجور لا تكفي لتغطية المصاريف الأساسية. هذا الواقع يجعل بعض الشباب يشعر بالإحباط، خاصة إذا استمر البحث شهورا أو سنوات دون نتيجة. هنا تبدأ الثقة في النفس تهتز. لكن المشكلة ليست فقط في قلة مناصب الشغل، بل كذلك في مسألة التأهيل. هناك شباب يملكون شهادات، لكن سوق العمل اليوم يحتاج مهارات عملية مثل اللغات والمهارات الرقمية والتواصل والانضباط والقدرة على التطور المستمر. بعض الشباب يخرج من المدرسة دون أن يعرف كيف يكتب سيرة ذاتية، أو كيف يتحدث في مقابلة عمل، أو كيف يحدد هدفه المهني. في عالم يتغير بسرعة مع التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والعمل عن بعد، من لا يواكب التطور يجد نفسه خارج المنافسة. عندما يجتمع غياب العمل مع غياب التوجيه يبدأ الفراغ. تخيل شابا لا يدرس ولا يعمل ولا يملك دخلا، يرى من حوله يتقدم وهو يشعر كأن حياته متوقفة. ليس كل شاب في هذه الوضعية يسقط، بالعكس، هناك من يقاوم ويطور نفسه رغم الظروف. لكن فئة معينة قد تتأثر نفسيا بشكل كبير، خاصة إذا كانت تعاني أصلا من هشاشة نفسية أو مشاكل قديمة لم تعالج. وهنا نصل إلى موضوع المخدرات. يجب أن نكون واضحين: المخدرات لا تمثل أغلب الشباب المغربي، لكنها موجودة عند فئة محدودة، وغالبا ترتبط بالفراغ أو الضغط أو رفاق السوء أو محاولة نسيان ألم داخلي. في البداية تكون تجربة بدافع الفضول أو التهدئة، ثم تتحول إلى عادة، ثم قد تصبح إدمانا. والمشكلة أن الإدمان لا يحل المشكلة بل يضاعفها، لأنه يسرق الصحة والمال والعلاقات والثقة بالنفس. أحكي لكم عن قصة واقعية لشاب مغربي لم يكن سيئا بطبعه، لكنه كان يعيش اضطرابا داخليا كبيرا. كان لا يعمل ومستقبله غير واضح، ويعاني منذ صغره من مشاكل نفسية تراكمت دون علاج حقيقي. كان يشعر بفراغ عاطفي عميق، وعندما تعرف على فتاة أعجب بها تعلق بها بسرعة شديدة، لأنه رأى فيها الأمان والتعويض والهروب من واقعه. فكر في الزواج بها رغم أنه لم يكن مستقر نفسيا ولا ماديا، لكن والدته رفضت الفكرة لأنها رأت أن الظروف غير مناسبة. وهنا الشاب لم يفكر بهدوء، بل بدأ يحمل أمه مسؤولية ضياع سعادته، وكبرت داخله فكرة أنها السبب في فشله. بدل أن يسأل نفسه هل هو مستعد فعلا للزواج،
وهو لا يعمل ويعاني نفسيا، بدأ يبحث عن طريقة يهرب بها من الألم، فبدأ بالتدخين ثم انتقل إلى الحشيش وأحيانا إلى مواد أخطر، وكان يقول إن الأمر مؤقت وإنه فقط يريد أن ينسى. لكن المخدرات لم تعالجه، بل زادت اضطرابه وعزلته وخلافاته، وجعلته يرى نفسه ضحية الجميع. والحقيقة أن مشكلته لم تكن فقط في رفض الزواج، بل في جراح نفسية قديمة وفي غياب هدف وعمل واستقرار. وحتى لو تزوج في تلك الظروف كان الزواج بنسبة كبيرة سيفشل، لأن الزواج لا يعالج الاضطرابات النفسية ولا يعوض غياب الاستقرار. عندما يدخل الإدمان في حياة الإنسان تبدأ مشاكل أخرى. بعض الحالات قد تصل إلى مشاكل قانونية مثل السرقة أو بيع الممنوعات أو الدخول في الشجارات، وهنا قد يصل الأمر إلى السجن، والسجن في النهاية عقوبة قانونية وليس حلا. الخطير أن بعض الأفراد الذين عاشوا فراغا وضياعا طويلا قد يرون السجن أحيانا أقل قسوة من حياة بلا هدف ولا أمل، لأنهم خارج السجن يعيشون بلا عمل وبلا استقرار وبلا تقدير، بينما داخل السجن يجدون نظاما مفروضا عليهم. وهذه إشارة خطيرة على أن هناك خللا اجتماعيا يجب معالجته قبل أن يتوسع. المشكلة لا تنتهي عند السجن، بل تبدأ مرحلة أصعب بعد الخروج، لأن بعض الناس لا يعطون فرصة ثانية لمن أخطأ. إذا خرج الشاب ولم يجد عملا ولم يجد احتواء قد يشعر أنه مرفوض من المجتمع، وهنا ترتفع نسبة العودة إلى نفس الطريق. لذلك الحل لا يكون فقط بالعقاب، بل بالوقاية والتأهيل والدعم. إذا أردنا تقليل هذه الحالات نحتاج تعليما يعطي مهارات حقيقية، وتكوينا مهنيا مواكبا للعصر، ودعما للمشاريع الصغيرة، ومراكز علاج للإدمان، وبرامج لإدماج من خرج من السجن. نحتاج أيضا حوارا داخل الأسرة، ومرافقة نفسية للشباب الذين يعانون في صمت، لأن بعض المشاكل تبدأ نفسية قبل أن تصبح اجتماعية أو قانونية. رسالتي للشباب هي أنك لست فاشلا إذا تأخرت، ولست ضعيفا إذا احتجت مساعدة، لكن لا تجعل لحظة ألم تحدد مستقبلك. تعلم مهارة، غير محيطك إذا كان يؤذيك، اطلب دعما نفسيا إذا احتجت، وابحث عن فرصة ولو كانت صغيرة، فخطوة واحدة صحيحة قد تغير مسارك بالكامل. مشكلة بعض الشباب في المغرب ليس قدرا محتوما، بل نتيجة ظروف يمكن تغييرها إذا اجتمع الوعي والدعم والعمل الجاد. شباب المغرب في غالبيتهم طموحون وقادرون، وما نحتاجه هو حماية الفئة التي تعثرت قبل أن تسقط أكثر. عزيزي المشاهد، ما هو في نظرك أكبر تحدي يواجه الشباب اليوم؟ البطالة أم ضعف التأهيل أم الضعف النفسي أم شيء آخر؟ رأيك يسرنا ويدعمنا. إلى الملتقى.